ما دقة برضو يوم ورما مغشين هل كان دون كل اللي حكومي دون أبو شيخ وديري حسب الرؤية الصادقة إن شاء الله. ودور قور نوشاقي وعجائب له وبشارة صومالي وحيري وحن كل رياضي أنا جوجا بويري مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام وإن بدأ النبي وكسر لي أيام وحنا ركيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز اللي يرو ليرك هذا رسولك بدوني دعوك قالوا يريدك الرسول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول سوكع صدق هذا رسول الله ينتظرك مركا لما جيت إلى النبي بش في وجهك وجدت المهاجرين عن يمين المهاجرين مهاجرينتي ومدكتي ساعة هي أنصارتي وبالحدي ساعة أيان ويمد بويري مركا النبي عليه الصلاة والسلام نبي مركا قعنتي سوحا بويري وقعنته وكوهيا تمر جيت تمرة أو ير كيرت تمرت ير فسيلة ليلة أبورك أيو قعنته كوهيا مهاجرين تنا مد والبما قعنتي سجيت بكوهيا أنصار تنا مد بي قعنته كوهيا مركاس النبي وحيري عليه الصلاة والسلام وأمري إن أنا أمير النقضة ثم أمرك على المهاجرين والأنصار إسحاق قعنتي سيجدي ويرتم قعنت جيت كي تمرتها قعنت وكهي أيو يدي ويقول عليه الصلاة والسلام مهاجرين تي أنصارتين وحيري نكار راعة مركز النبي وحنا أمري ويري إن أن جيت كاتمرتها أفريقيا ودن كو أبورنو دولتها أفريقيا ودن أنو كو أبورنو إسلام مركي إلهي وحنا فريق ويري وده طريق أو عجائب له وسوق لأن أنا أرد أو يعني كأنه نور مزفلت أو يعني أن طريق أبيضة بإلهي نوفري من المدينة إلى مقالة ذا أو نواكشوطة موريتانيا مركي بس يدق نقطة نيبويري أنا يا مهاجرين تي أنصارتي إذا يدور غير نواكشوط مقالة ذا صبحين أو استقبال ويمادين تمرتي جيد كي ماشي لغو أبور لهانا أي بنية تمرتي نخلة دي فزرعتها زرعتها أنت والمهاجرين والأنصار مهاجرين زرعوا الشمال أفريقيا مهاجرين تي أنصارتي نوان كلا دريو مهاجرين تينا وحمد دري بويري غرب مغرب جزائر هلكا إلى وضمدا شيء أودين صومالي كتو دنبيين بويري أي آخر نخلة وحيكو أبورين بويري صومالي أنصارتينا سيدو كله بدح ذي كب اللابينو جنوب موريتانيا يا السنغال يو هالكاس يسوودين يو كينيا دول كاس يسومرينو إيوغونا ماشي يقدم بشيء أي نخلة كو أبورين صومالينو مركب وحولي دولتي هردن هل تمر بهلين صوماليا لبا تمر بها شيء لبا كده أي شيء مركب وحنكو أولي بوي وموريتانيا شجرتين بس اجتمع في المهاجرين ما اجتمع المهاجر والأنصار إلا في دولتين مهاجرين تي أنصار تما إن كوكل من بويري إلا لبا دولة دول موريتانيا هي صوماليا هل كان وحي كجد وانت بالعالم كله لبا جيت بالو أبوري أنت كلودن لجيت جيت هذا وحن كو أولي بويري جيت كي قرآن كوابنا رجنا بويري ودي وحن لا أركين أو المية يرى قراءات كي تمن كأخرنا هل كانوا بالو يمين الله سبحانه وتعالى مسابقات هذا ما شان كده ديبورا ما هو كل شيء أثمر النخل وفرح المساصين كلها مزرعة مركا النبي كسر نقولنا وحال أرني بوري كده تمرتي لقوا أبوري أفريقيا كردن أو وده تمرتي أو مريه دالي شيء نبي يقول أدب وفرح بوري صلى الله عليه وسلم ودانا إله إنه غفر بوري من الصومال إلى المدينة إلى المدينة المنورة مركا بشارة ذا صومالي ودني كانوا هيا وقاذا مركا وحن رجيني يا أبوي ماذا أولت يقول لك قل لهم نعم هذه الرؤيا رأيتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة الجمعة قبل 3 سنوات بعدها سافرت إلى موريتانيا وما كنت على سفر قبل هذه الرؤيا لكن وجدت أنها توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن أسافر وبقيت فكرة الصومال ونخلتين في الصومال واجتماع المهاجر والأنصار
ما أدري متى ستكون وكيف تكون، حتى جاءت الدعوة المباركة لهذه المسابقة المباركة، فحضرت واجتمعنا بالمهاجرين فعلا والأنصار، الأنصار أهل البلد والمهاجرين القادمين من الخارج. هذا ناحية. الأمر الآخر أن النخل يدل على المؤمن، شجرة تشبه المؤمن لا يتساقط ورقها. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البادية فوقع في نفسي أنها النخلة. النخلة تدل على الكلمة الطيبة، النخلة تدل على الرزق الحلال. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي دلالة على أن أفريقيا ستقود العالم وهي القوة القادمة، وأمريكا وأوروبا وآسيا كل القارات ستكون فقيرة لأفريقيا، وأفريقيا هي القائدة. فأبشروا بالخير. الله وكان nimankiina maadiga daba ordayow war ma maqasheen halkana adduunka oo dhan laga xukumi doonaa buu sheekhu yiri xasab الرؤيا الصادقة إن شاء الله. waxba iska daay markaas in iska alaabtana daba ordaysiin.